لحد امتى هتفضل تجرب في نفسك؟ لحد امتى هتفضل تمشي ورا معلومات مغلوطه وتطبقها على نفسك؟ لحد امتى هتفضل الترند الاساسي بالنسبه لك ان انا عايزه اخس؟ عمال تدور من هنا وتدور من هنا وتجيب وتجرب في نفسك وما انتش عارف هو ده مناسب ليك ولا مش مناسب ليك، وللاسف ماشيين ورا المعلومات المغلوطه والترندات الغلط اللي عماله تاثر عليك. للاسف كانت عندي حاله النهارده بقالها سنه بتتابع المعلومات المغلوطه دي، بتجيبها من على النت واسمها دايتات منحرفه، وانا بسميها دايتات منحرفه لانه اللي ما ينفعش يبقى اسلوب حياه ويبقى لايف ستايل مهم وينفع تكمل بيه بقيه حياتك، انا بسميه دايت منحرف او اسلوب حياه منحرف. هو واقعي ان احنا نمشي يوم كامل دايت الميه، هو واقعي نمشي يوم كامل دايت البيض، هو واقعي ان احنا نمشي يوم كامل خضار بس. ما ينفعش يا جماعه، واي دكتور يديك الدايتات ديت ان انت تكمل بيها بقيه حياتك، ده ما ينفعش. اللي ما ينفعش يبقى اسلوب حياه ما ينفعش تكمل بيه. يا ريت يبقى عندنا شويه وعي وادراك ان احنا لما عايزين نخس لازم نخس صح، والنتيجه السريعه للاسف بترجعك سريع، لانه انت وقتها بتفقد عناصر غذائيه كتير جدا وبتعمل حرمان لجسمك وانت مش واخد. لما بترجع اسوأ من الاول ويبقى عندك شراهه لكل حاجه، فبترجع اكتر من الاول تقول وانا رجعت اكتر من الاول ليه؟ لان انت عملت حرمان، ما عملتش توازن بين عناصر غذائيه داخله جسمك محتاجها حقيقي ولازم تخش لك بشكل دوري وشكل يومي. بلاش معلومات مغلوطه من على النت وبلاش دايتات منحرفه، لانه في الاخر وفي الاول هتجيلي وانت عندك سوء تغذيه، وبنرجع تاني من الاول ندخلك عناصر غذائيه. فكلم الاول، كفايه معلومات مغلوطه، ويا ريت يبقى عندنا شويه وعي وادراك عشان نبتدي نكمل حياتنا صح. ودمتم اصحاء.